أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شباب لايف. اليوم ما مرحب فيكم الاستوديو، مرحب فيكم من مركز الحسين الثقافي. اليوم في عنا اللي هو مهرجان الثقافات القومية الوطني. حاليا عم نبث لكم بث حي مباشر من راس العين. المهرجان هاد هو عبارة عن مهرجان لتبادل الثقافات. مثل ما بنعرف إنه الأردن عنا فيها كتير ثقافات وكتير قوميات، مثلا عندنا ينال القومية الشركسية، قومية الشيشانية، في مثلا كازاخستان، في أرمن، في كتير ثقافات. فالهدف من هذا المهرجان انه يصير في عنا تبادل ثقافي، نتعرف نحن على ثقافتهم، هم يتعرفوا على ثقافتنا. حنعرض لكم اشياء اليوم من المهرجان صارت، مثل عملوا حفل موسيقي وحفل غنائي، بالاضافه لانهم عرضوا من كل بلد مأكولات ومأكولاتهم الشعبيه ينال. بالضبط، يعني شفنا اليوم الاكل كله بجميع انواعه من كل بلد، وكمان شفنا الأطفال عم بيشاركوا برسومات بتدل عن كل بلد وكل ثقافة ثقافتها. بالضبط. تمام. واليوم أكيد رح نكون حلقة إن شاء الله كتير مميزة لأنه مختلفة عن باقي الحلقات. وحيكون معنا هلا من رومانيا ست جابرييلا. استنونا، حنرجع لكم بعد الفاصل. إذا رجعنا لكم بعد الفاصل مع ست جابرييلا من رومانيا. كيف حالك؟ بتقدري تحكي لنا شوي عن رومانيا؟ وين هي؟ وين تقع مثلا؟ في ناس ما بيعرفوا. رومانيا بلد أوروبي أول شيء. أوكي. إنها حدود مع أوكرانيا وبولونيا ويوغوسلافيا وبلغاريا، يعني هي تقع بمنتصف بيناتهم. بالضبط. اوكي تمام. شفت كمان انه في عندكم مأكولات كتير زاكية صراحة، اكلهم كتير زاكي. مشاهدة بنصحكم تجربوا الاكل الاوكراني، روماني سوري. بتقدري تحكي لنا شو الاكلة اللي بتميز شعبكم؟ في عنا كتير اكلات. في اكلات اخذناهم من الاتراك كمان. اوكي. اللي هم مسكا وسرمالة. في عنا اكلة كتير مميزة اسمها ميتش. ميت. اوكي. اللي هي عبارة عن شو هاي؟ عبارة عن كباب بس كباب صغير. اوكي. برضو احنا بنعمل من السميد الذرة. بنعمل اسمها مماليقة. اوكي. بناكلها بدل الخبز. وعندنا كتير حلويات. المميز كتير إن الكوزوناك اللي بنعمله بالعيد الكريسماس وعيد اوكي ايستر. تمام. ودونات. حلو والله بصراحة، أنا كتير عجبني الأكل عندكم. وهذا اللباس القومي اللي أنت هلأ لابستيه، لباس القومي. اللبس لباس القومي. اللبس اليومي بالقارية. بالقارية. قارية. اوكي. بالبوخارست. انا من بوخارست. اهلا وسهلا. ناس بطلوا يلبسوا هيك، بس لما بيكون في مناسبة او سبيشالي، يعني النسوان بيلبسوها يوم الاحد لما بيروحوا على الصلاة الكنيسة. حلو. بلبسوها، بس هي التراديشنال لبس قومي. فطبعا يعني انا لبستي تراديشنال من منطقة من رومانيا. بس في مناطق يعني مولدوفا كل منطقة لها لبس. كل منطقة اللبس يعني تقريبا زي الفلسطينيين. اوكي حلو. وحتى التطريز يعني له معنى بكل المنطقة اوكي. طيب هلا بالنسبة لانه مثلا موضوع كيف يعني تبادل ثقافات بين الأردن وبين رومانيا، مثلا انت كيف حسيتي الاختلاف بين ثقافة هدول الشعبين؟ شفت انه يعني الثقافة بيكون مش نفس الاشي، بس في اشياء يعني مثلا الرقصة التراديشنال. الرقص كيف هون دبكة إن رقصة بتشبه بالضبط. انتو شو رقصة صحيح؟ اسمها كالوشاري. برقصوا الشباب، فإلهم لبسة معينة. اوكي. اللبسة نفس. حابة تقربي المايك شوي. ايوه. اوكي. اللبسة إذا شفتي يعني شوي بتشبه يعني التطريز الأردني والتطريز الفلسطيني. أوكي. يعني حلو. في فروقات، بس حسيتي إنه أنت عايشة هون صح بالأردن؟ أنا عايشة هون، صار لي 10 سنين عايشة بالأردن. حسيت لأنه لغتك ما شاء الله يعني بتحكي منيح. الحمد لله، مش كتير بس ماشي الحال. كان أهلا وسهلا فيكي عن جد، نورتونا. وبصراحة الإشي عم تعملوه كتير عظيم. أنا بصراحة أول مرة بدوق أكل روماني، فيسلم إيديكم عن جد، أبدعتوا. شكرا إلك. شكرا كتير. إذن هلأ صار الوقت لنشوف كمان ضيف تاني من بلد تانية، خليكم معنا.
هسه رح يكون معنا ضيفة من أوكرانيا اسمها دانيا. دانيا احكينا عن حالك أكثر. مرحبا، أنا اسمي داليا، عمري 15 سنة، وأنا روسية من الأصل. بس نحن طبعا روس وأوكران يعني كتير يعني صحبة مع بعض. طب احكينا عن مشاركتك اليوم. كتير كانت حلوة، وأصلا أنا كتير بحب أكون على الستيج وأغني. يعني غنيتي اليوم؟ غنيت اليوم. ايش غنيتي؟ أغنية أوكرانية اسمها جورافلينا دولا. تقدر تسمعينا شوي منها؟ Попри мою хату журавлі летіли, та й пісню крилату мені залишили, а я собі гей заспіваю, бо журливі ноти моє серце крають. كتير حلو كتير حلو. Thank you. احكينا ايش الأكل اللي معك؟ هذا أكل، هذا tradition بيوكرين. هذا خبز بيكون مع ملح. تمام. وبحطوه انه دائما موجود هذا البليت بويدنجز، اعياد، ودائما بيكون بالبيت. يعني هاي يعني هذا اشهر اشي باوكرانيا وبروسيا؟ لا هاي بس باوكرانيا. بس باوكرانيا. روسيا غير. اوكي. طب احكي للناس عنه اكثر، ايش بتكون؟ هو عادي خبز عادي بيكون بالاوفن، بنسويه بالاوفن. تمام. بنرش عليه ملح وبناكله. طب احكينا هلا اوكرانيا وين موقعها بالضبط؟ موقعها بيوروب جنب روسيا. تمام. ايش عاصمة اوكرانيا؟ عاصمتها كييف. طب احكينا كيف شفتي هون تفاعل الشعب الاردني مع ثقافتكم مع اوكرانيا؟ لا كويس يعني. يعني لما غنوا حسيتيهم انه انبسطوا؟ انبسطوا طبعا. لا الأردنيين بحبوا يعني كل حدا بالأردن، لأنه في كتير traditions غير عن بعض وهيك. اوكي، شكرا لك دانيا. You're welcome. Червону руту не шукаю вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти повір, бо твоя врода то и чистая вода, то и быстрая вода синих гір. هلا مشاهدينا صار الوقت نتعرف للثقافة الشركسية مع الأستاذ إبراهيم فروقة. كيف حالك عمي؟ أهلا وسهلا فيكم. شو أخبارك؟ الله يسعدك. حابين تحكي لنا شوي عن الثقافة الشركسية وانتو مين مثلها بالضبط بهذا المهرجان؟ الثقافة الشركسية ثقافة واسعة تشمل من أدب وشعر ورقص وفنون وغناء وتاريخ مكتوب وغير مكتوب. طبعا اللي مثلها نادي خريجي جامعات ومعاهد نالشيك في احتفال المهرجان القومي للقوميات. حبينا نورجي تراثنا الشركسي، المصنوعات الشركسية من التاريخ القديم اللي كانوا يستعملوهم زمان من أدوات وعادات اللي الشركس والعلم الشركسي ومعناه. وحبينا نشارك بأغنيتين، الأغنية واحدة عن الوطن مدينة نالشيك حبي، والأغنية الثانية عن عادات الشركس وتقاليدهم. هذه عادات الشركس وعرف الشركس اللي هي أدتها السيدة لارا المفتي، ومعزوفة شركسية كانت من مقطوعة من السيد المهندس محمد شوقة. الثقافة الشركسية بداية من اللغة، ثقافة عبر عمرها أكثر من 6000 سنة، تتضمن من الرقص والغناء. الرقص اللي عندنا هو مأخوذ من حركات قتالية وحركات تجسد ثقافة اللي هي تؤدي مثلا دور الخيول، وتؤدي مثلا رجولة الرجل وأنوثة الأنثى، وتعبر عن لوحات راقصة بدون أي كلمات وبدون أي لمس بيكون فيها. يعني زي كل بلد في لها رقصة بيعبر عن شيء معين بالحصان أو أكثر من شيء. نعم. هو الرقص الشركسي بيعبر برقصه عن الخيل مثلا، بيعبر عن الخيل وعن الفروسية وعن حركات النسر وعن حركات المأخوذة من الحيوانات، وحتى رقصة القافة إذا أخذتها مثل بحيرة البجع لتشايكوفسكي كمان نفس الإشي، بتورجي فيها الرصانة والأدب والرجولة فيها. والأنوثة أيضا تظهر في محتشمة في الأنثى أيضا. أما من ناحية الغناء أيضا الكلمات عندنا قوية مأخوذة من التراث الشركسي واللغة الشركسية العريقة.
وطيب ومن ناحيه الطعام ايش في مأكولات بتميز الثقافه الشركسيه؟ المطبخ الشركسي الحمد لله غني بالمأكولات. اليوم حاولنا نقدم شيء بسيط يعني من الحلفة بالجبنة وحلفة بالبطاطا والزتيج الحلويات. عندنا الشيبس والباسطة وعندنا الجدلبزة والغر. طبعا مطبخ واسع الحمد لله، وفي القشبط وفي كثير أكلات شركسية تتناسب مع المناخ اللي عايشين فيه وتضاريس الأرض اللي عايشين فيها. تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى مخزون حراري كبير. منها الأكلات الشركسية متعددة اللي تتناسب مع جسم الرجل وجسم الفتاة أيضا. وانت يا عمو بالنسبه لك ايش اكثر ثقافه كانت مميزه بالنسبه لك للثقافات الثانيه بوجودك بهذا المهرجان؟ طبعا الثقافة الشركسية بداية أولا وأخيرا أحكي، طبعاً. لكن الحلو هو واحد يتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى ويتعرف على مدلولاتهم وعلى إيش بيعتمدوا مثلا في حياتهم اليومية من عادات وتقاليد، وهي شغلات كتير حلوة الواحد يتعرف عليها. شفت مثلا كازاخستاني، شفنا مثلا أيضا قريب من الحرب عرضوا لوحات حلوة. الأوكراني حلو أيضا كان جدا. أيضا ثقافات اللي عرضوها جميلة جدا، تعبر كل واحدة عن منطقة معينة، من أكل، من لبس، من تقاليد. يعني هاي شغلات حلوة الواحد يتعرف عليها حتى يكون عنده فكرة الشعب اللي بيتعامل معاه عن إيش بيحكي يعني. ايوه، وايش هي المناطق اللي بتواجد فيها الشركس بلادهم؟ الشركس الآن زمان كانت اسمها تشركيسيا أرض واحدة، لكن الآن موجودة في 3 جمهوريات. جمهورية كبردينا بلقاريا وجمهورية كرشاي شركيسك وجمهورية الأديغية. 3 جمهوريات الآن هم يمثلوا الأراضي الشركسية، أقل بكثير من المساحة تشركيسيا اللي صارت تقسيمات فيها بعد الحرب القيصرية طبعا، اللي استمرت ل 100 سنة وسنة تقريبا. شكرا لك أستاذي، شكرا للمعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها، ونشكرك على حضورك معنا اليوم. شكرا لكم، يعطيكم العافية عافية. شكرا للمشاهدين. مشاهدينا، هلا بعد ما تعرفنا عن الثقافة الشركسية صار لازم نسمع شوية عزف.
إذا هلا رجعنا مع ضيف جديد. ضيفنا الجديد هو من كازاخستان. اوكي، شو اسم حضرتك؟ جاقسلق. جاقسلق، ايوه. اهلا وسهلا فيك. اهلا بكم. هذا اللبس القومي تبع كازاخستان، اللباس الشعبية قومية. اللبس الشعبي. ممكن تحكي لنا عنه شوي؟ كازاخستان في وسط وقع في وسط آسيا. عاصمة كازاخستان أستانا اسمه. أستانا. نعم. اوكي، حلو كتير. طيب هلا عدد السكان 18 مليون. 18 مليون. نعم. واو. بلد لغة كبيرة. لغة رسمية أولا كازاخية. اللغة الكازاخية. نعم. أنت تعرف تحكي اللغة الكازاخية؟ أنا بعرف. والأردنية. أردني كمان. أردني كازاخي. أردني كازاخي. أهلا وسهلا. أنت تقيم هنا في الأردن يعني؟ أنا طالب أصلا. طالب. طالب شو بتدرس؟ أنا درست اللغة العربية. خلصت اللغة العربية، هسه تحولت إلى شريعة بالجامعة الأردنية. يمكن الجامعة الأردنية. الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا. أهلا. شو الأكلة اللي أنتم معروفين فيها كثقافة كشعب؟ إحنا طبعا متشابهات مع جارنا مثلا كردستان كازاخستان، لكن معروف البيشبرماق. اسمه كمان حتى أول ما تأتي إلى كازاخستان مثلا احنا نتضيف البيشبرماق اسمه. بس قرب المايك شوي. أيوة. إيش اسمها؟ بيشبرماق. أيوة. كتير صعبة، حاسة حالي عم بحكي سنسكريتي. اوكي تمام. بصراحة أنا دقت الأكل اللي عندكم وكتير زاكي، وعن جد أنتو ثقافتكم كتير حلوة. هلا هذا هو العلم اللي أنت لابسه صح؟ علم كازاخستان. عادي فرجيهم. أيوة. هيك علم الكازاخستان. اوكي، هذا هو علم كازاخستان. أيوة. اوكي، حلو كتير. اوكي، هلا في عندكم مثلا عادات بتميزكم، زي مثلا عادة الزواج، في فرق بينها وبين الثقافة أكيد الأردنية مثلا، فكيف عاداتكم؟ طبعا عندنا زواج سهل أكثر من الأردن. أوكي طبعا. أوكي. سهل مثلا. سهل عشان عند البداية طبعا عند الزواج المهر. طب احنا نتوقع من المهر. انتوا ما عندكم مهر؟ في مهر لكن بسيط. نعم. اوكي. المحبة بين الشاب والبنت أهم شيء. اوكي. حلو. نعم. حلو جميل. لكن انت قلت لي انك حابب تغني لنا اليوم صح؟ تعرف تغني؟ راح تغني بالكازاخستاني. طيب. اوكي تمام. أوكي. ابدأ. أي اسمه آلة دومبرا. اسمه دومبرا. ايش اسمه؟ اسمه دومبرا. اوكي. وفي كمان شيء ثاني رح تعزف عليها؟ Ağalarda yeldin ey aman bol, keldim edip ay jırşıdan. Жеңгелерім де бар еді ботадай көздер ау жайнаған. وهسه معنا ضيف جديد من كرغستان اسمه الديار. عرفنا عن حالك. اسمي الديار، أنا طالب في جامعة أردنية. ايش بتدرس؟ تفسير ماجستير، في مرحلة ماجستير. كتير حلو. كيف شايف العيش بالأردن؟ الحمد لله مبسوط يعني كويس. احكينا أكثر عن كرغستان. قرغستان تقع في آسيا الوسطى، تجاور الصين وقزاقستان أوزبكستان تاجيكستان وسطهن. طب احكي لنا كيف كانت مشاركتكم اليوم؟ ايش الفعاليات اللي عملتوها ككرغستان؟ ما شاء الله جميل جدا. ما أنا وشباب ما توقعنا زي هيك يكون يعني زي هيك. اما اليوم كمان شفنا كثير مشاهدين وكثير ناس اجوا على المهرجان، فاحكي لنا شو انطباعك؟ احكينا عن انطباعك عن المهرجان بشكل عام. ما شاء الله. واهم شيء هذا التقاليد والعادات الذي تقريبا يشبه بعضهم البعض من ناحية أكثر من جهة يعني. طب احكي لنا أكثر عن كرغستان، يعني وين بتيجي موقعها؟ يعني بأي قارة؟ ايش أقرب إشي عليها؟ أنا حكيت زي ما حكيت في آسيا الوسطى،
تقع في آسيا الوسطى. أما في شمال قزاقستان، بين قزاقستان وأوزبكستان تاجيكستان والصين بينهن يعني. تمام. ايش الاكله المفضله عندكم؟ عندنا بيش برماق. بيش برماق هذا يتكون من لحم الحصان، أحيانا لحم الخروف والبقر، ويغلى مع مرقته لعدة ساعات، يقدم فوق مكرونة مصنوعة منزلية مع زيت يعني. كثير حلو. ويؤكل باللحم بالأصابع زي منصف. شاركتوا فيه اليوم ولا لا؟ شاركت. لا أنا ما شاركت، بس كنت جهزنا شباب يعني الحمد لله. تمام. طب احكي لنا شو العزف، ايش تقاليد العزف عندكم وتقاليد الفنية بالنسبة لكم؟ تقاليد عندنا في آلة الفلكلورية، آلة القوموس يسمى. تمام. هذا رح نسمعها كمان شوي. إن شاء الله نسمع. أخ رمضان. اوكي، هلا رح نشوف اخ رمضان بعزفة كتير حلوة. Garan innen kanlı key Göngülü camman bölünüp Oşondo gözünün jaşı tögülüp Kara katta kayran göz Kamçı boyu jaş ketip Bödöne sındı kayran köz Jengden böllük böllük jaş ketip Kayramana sölgöndü Kap kap kaçыңдап көңгөндü Abıke göğü şaltaram Aykölдөн kalgan dünyö Geçe kamçıga çennep belgöndü Jaş aydarda ekönü Maylay gelgen emmes be Beldem çenin jügünü Bek bek itip dürbünün oşondon ala gelgen emesmin oy Mın oşondon ennekeң Çığırığın immerip Çın gözünü civerip Burramasın immerip Bukurap gözgön immerip Mın oşonda karrasa Ataңның көрі тайтору Көрінгөндөй көрініп Көрінгөндө жөнеле Көкөз картодой көрініп Айың менен күнүңдүн Bir өзүндөй көрініп Туяк жирген жерлери Мын ошондо баягы Туяк жирген жерлери Мын ошондо карасаң Атаңның көрү жаны бар ала качкан кез экен Учкан куш менен жарышып сызып алган кез экен ой بعد نهاية الفقرات يلي شفناها ختام هذه الحلقة رح يكون مع منظمين أو المسؤولين عن هذا المهرجان. معاي هلأ موجودين اللي هي ست يفجينيا الوديان. أهلا وسهلا فيكي. هي واحدة من المنظمين القائمين على هذا المهرجان. وأيضا معنا ست إلينا تيتوفا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا. أيضا رح يكون معنا دكتور حسن الوديان. هو أستاذ بدرس في الجامعة وبلس إنه هو رح يترجم لنا هلأ اللي بيحكوا إلينا ويفجينيا. بداية حابة أوجه سؤال لحضرتك إلينا. من وين جيتوا بفكرة هذا المهرجان؟
نحط المايك بس هون. ايوه تمام. Да, эта идея. Россия, как и Иордания, многонациональная страна, имеющая тысячелетнюю историю. И каждый народ имеет свои вековые традиции и культурные особенности. И это замечательно, что мы собрались на одной площадке, в этом зале культурного центра имени Малик Хусейн. اوكي. في البداية جت فكرة المهرجان إنه فيها مجتمعين في الأردن أعداد كبيرة من الجنسيات المختلفة، ومن هون بدأت فكرة جمع ثقافتهم في مهرجان واحد. حلو كتير بصراحة، فكرة كتير حلوة وعظيمة. هلا نيجي لست يفجينيا. كيف حالك أولا بداية؟ الحمد لله. بس نعطيها المايك. أيوة نعم. كيف شفتي تفاعل من يعني الشعب مثلا او الشعب الاردني كثقافه اردنيه وهيك، كيف شفتي اقبالهم على هذا المهرجان؟ Ну, мне кажется, вы могли оценить масштаб. Изначально мы даже не предполагали, что наш фестиваль вызовет такой большой интерес. Как вы видели, ни одного свободного зала ни одного свободного места в зале. И люди сидели на ступеньках, люди стояли, всем было интересно, все аплодировали. Мне кажется, интерес есть, и интерес большой. أتوقع إنه الصورة في المهرجان كانت ترجمة الوضع والحال، إنه بالأساس ما كان في مقاعد كافية حتى للمشاهدين، فكان هذا بالنسبة لنا كافي يعني كنجاح واضح ووصل الهدف اللي بدنا للجمهور. صراحة أنا شفت كمان حضور كتير كبير، ناس كان عندهم إقبال كتير كبير على هذا المهرجان. حابة برضو أسألك ست إلينا، مين يعني الجهة الرسمية، انتم بتمثلوا اي جهة رسمية اللي تدعم بهذا المهرجان، او يعني مين المسؤول عن هذا الموضوع؟ Я председатель Координационного совета российских соотечественников. Это площадка для координирования совместных мероприятий организаций и объединений, входящих в ее состав, а также тех, кто хочет с нами сотрудничать. К нам может любой творческий коллектив может подать заявку для участия в наших мероприятиях. بالأساس أنا تحكي عن حالها المس إيلينا تيتوفا، إنها هي عضو اللجنة التنسيقية للرعاية الروس في الأردن، والفكرة المهرجان أصلا جاءت من قلب اللجنة التنسيقية، وكل مجموعة أو كل مواطنين كانوا تقدموا من بدون دعم خارجي، يعني هم كانوا داعمين لأنفسهم بدون دعم خارجي. اوكي تمام، هذا شيء كتير حلو وكتير عظيم صراحة. نسألكم هلا انتم التنتين يعني هم من روسيا، فحابين نسألكم شوي عن الثقافة الروسية. شو أكتر شيء بيميز بلدك كروسيا؟ بس نعطيها Что больше всего отличает ваша страна Россия? От Иордании или вообще? Вообще из России. Как россияне. Ну, во-первых, нужно отметить, что каждая культура любой страны, она интересна, она оригинальна, самобытна. И везде есть какая-то своя изюминка. Ну, естественно, у нас замечательные песни народные, у нас танцы, предметы декоративно-прикладного творчества из дерева, расписное, все такое красивое, такое динамичное. Это очень интересно и красиво, мне кажется. بالأساس كل ثقافة من ثقافات شعوب العالم بتلمع عادة كشعب بفلكلور الشعبي. هذا الفلكلور بتنوع ما بين الموسيقى، ما بين الرقص الفلكلوري، إضافة للأعمال اليدوية اللي ما كان في إمكانية في المهرجان إنهم يجيبوها، كان في جزء بسيط على الطوائل في الطابق الثاني، فهذا ما يميز دولة كروسيا من الناحية الثقافية. اوكي تمام، اهلا وسهلا. نرجع لإلك ست إلينا، شو الكلمة اللي حابة توجهيها للثقافة او الشعب الأردني منك انت كإلينا جاية مثلا من ثقافة تانية مختلفة؟ Присоединяйтесь. لنكن معا. لنكن معا. وحضرتك كمان شو حابة توجهي كلمة للجمهور؟ Что вы можете сказать народ?
после этого фестиваля успешный, когда собирались все народы частично мира. Во-первых, я хочу поблагодарить все народы, все представители всех народов, которые сегодня пришли, которые приняли участие, всех артистов, всех кураторов и организаторов. Это был большой труд, совместный. И мне хочется сказать, добро пожаловать на наш фестиваль в следующем году. Я надеюсь, что это станет нашей доброй традицией, и подобные фестивали будут проходить ежегодно, с уже, может быть, даже с большим количеством участников и представителей разных стран. بتقدم طبعا احترامها وتقديرها للمشاركين عن نفسها يعني عن نفسها وكذلك عن لجنة التنسيقية، وتتمنى من معظم الرعايا للشعوب المختلفة اللي شاركتنا اليوم إنها تكون عبارة عن عادة وتقليد سنوي للاحتفال، ونتمنى إنه بتتمنى هي كمان إنه يتوسع هذا التقليد في مشاركة أعداد أكبر من جنسيات العالم. حلو كتير، كلام رائع. شكرا عن جد للعمل العظيم اللي عملتوه لليوم. بنتمنى نشوف كمان كل سنة نفس الشيء. صراحة كتير انبسطنا وكان في كتير تفاعل. شكرا لكم ولجهودكم العظيمة. شكرا. 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 وهلا هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نشوفكم بحلقة جديدة السبت الجاي.